عمرك ما هتخس بسبب جيناتك. للاسف جيناتك الوراثيه بتتحكم في حاجات كتير قوي يمكن انت كمان مالكش دخل فيها، مثال مثلا زي الطول بتاعك، الصلع الوراثي. للاسف نفس الفكره في حرق الدهون، فبيكون في ناس عندهم الحرق اعلى من ناس تانية. عارف طبعا في معادلات لحساب السعرات الحراريه بتاعتك على مدار اليوم وكل ده، وانا كمان كنت عامل سلسله حلقات كامله عن الموضوع ده، ولكن للاسف مفيش حاجه اسمها احنا عاملين معادله للناس اللي عندها الحرق عالي او في معادله للناس اللي حرقها قليل. لا، هي معادله واحده ثابته كله بيحسب عليها. وطبعا زي ما انا بصيح في كل فيديوهاتي وبقول المعادلات دي بتطلع لك المتوسط للناس كلها، وانت المفروض تجرب وتشوف هل دي سعرات الثبات بتاعتك ولا لا. والتجربه مثلا ان انت بتقعد تجرب تمشي على نفس السعرات دي مثلا 3 اسابيع اسبوعين وتشوف هل وزنك زاد ولا قل ولا فضل ثابت مكانه. والمعادله دي باختصار عباره عن ان انت بتضرب وزنك اللي في الكيلو في 2.2 في من 14 ل 16 بناء على نشاطك اليومي. السؤال طيب دلوقتي، هل مثلا لازم لو شخص تخين ده معناها كده ان هو جيناته الوراثيه وحشه؟ الاجابه لا طبعا. وعايز اقول لك اصلا اغلب اللي بيكون فاكر ان جيناته وحشه او الحرق عنده قليل او كده، لا، ده بيكون عنده الموضوع ده وهم في دماغه. ولكن هو الفكره بياكل سعرات حراريه كتير جدا وفي نفس الوقت اسلوب حياته بيكون مش كويس، فده اللي بيؤدي للموضوع ده. فزي ما انا قلت الموضوع وهمي، والكلام ده برده في عقليه كتير جدا من الناس اللي انا بمرنهم او المتدربين اللي عندي اول ما بيجوا لهم نفس العقليه دي، عقليتهم متحجره. ايه ده انا جيناتي وحشه، طب انا اعمل كذا، طب اعمل تحليل كذا، يمكن انا عندي مثلا مرض مسبب الموضوع ده. والموضوع بمجرد ما ببتدي ارسم له الجدول بتاعه بلاقيه بدا يتطور جدا، وبعدين هو يبتدي يتفاجئ اصلا من النتائج دي. مثال، انا برضو كنت بنفس العقليه دي. انا اللي ما شافش فيديو ترانسفورميشن بتاعي او ما يعرفش رحلتي من الاول، انا من الناس اللي كنت تخين جدا، وزني تقريبا كان اكتر من 120 كيلو، ولكن الحمد لله قدرت اتخلص منه يعني. وبرضو طبعا اول ما بدات كان عندي نفس العقليه دي، اللي هو يا ده انا الحرق عندي ضعيف، ده انا جيناتي وحشه وكل ده. ولكن المفاجاه فين؟ المفاجاه بعد ما خسيت اكتشفت ان انا جيناتي عاديه جدا وما عنديش اي مشكله، والحرق بتاعي طبيعي جدا زي اي حد. وسبب ان انا كنت تخين كان ليس الا مجرد ان انا باكل سعرات حراريه كتير جدا على مدار اليوم، وفي نفس الوقت اسلوب حياتي ما كانش صح تماما، بس كده. وبرضه نقطه ثانيه، اللي بيحدد جيناتك حلوه ولا وحشه مش بس مجرد الحرق عندك، لا، في اكتر من عامل بيحدد هل جيناتك حلوه ولا لا. من امثله المقاييس اللي بتحدد هل جيناتك حلوه ولا لا هي قدره جسمك على حرق الدهون وبناء الكتله العضليه، وفي نفس الوقت السيمتريه بتاعت شكل جسمك. مثال، بتلاقي في ناس ربنا خالقهم وسطهم صغير بالفطره، وفي ناس تانية برضه تلاقي ربنا خالقهم بالفطره الهيكل بتاعهم عظمه كتفهم عريضه والقوه بتاعتك. في ناس تلاقي القوه بتاعتهم بتتطور بسرعه جدا عن ناس تانية، واغلب الناس بتلاقي عندهم في نقاط كويسه وفي نقاط ضعيفه، زي هي الحياه كده، محدش بياخد كل حاجه. وفي ناس طبعا بيكون عندهم كل الجينات بتاعتهم حلوه بلا استثناء، زي مثلا الناس اللي بيطلعوا على مسرح اولمبيا. وبرده مش مقياس ان انت جيناتك تكون متوسطه او اقل من المتوسط لو انت تخين. مثال مثلا عن شخص يطبق عليه المثال ده، مثلا واحد زي اسلام ابو عوف، ده يوتيوبر مشهور جدا في مجال الفتنس، وانا اصلا بتابعه وبحب محتواه جدا. فلو جيتوا شفتوا المستوى اللي هو وصل له بشكل طبيعي، مستوى قوي جدا كلاعب طبيعي بصراحه. ولو انتوا جيتوا شفتوا في الاول هتلاقيه كان وزنه تخين في الاول وزايد، وهو طبعا باين جدا ان هو جيناته كويسه، ده غير طبعا التعب اللي هو بيتعبه. فاللي انا عايز اقوله مش مقياس ان انت عشان انت تخين في الاول ده معناه ان جيناتك وحشه. وبرده حتى لو جيناتك مش افضل حاجه ده مش معناه ان انت كده مش هتوصل. مثال، في ناس تلاقي ربنا خالقهم وسطهم عريض، هل ده معناه ان هو هيعيش حياته كلها مش عارف مثلا يعمل الفي شيب؟ لا، بيكون في خدع عشان تقدر تغطي على الموضوع ده. مثال، ان هو يحاول قدر المستطاع يعرض كتفه بان هو بقى يمرن الكتف الجانبي، يهتم قوي بعضلات التسمس دورساي اللي هي المجنص يعني، دي بالتالي هتبين شكل جسمه اعرض، فبالتالي يغطي على الوسط العريض ده. والمثال ده برده يطبق عليا انا من الناس برده اللي جينات الوراثيه بطبعي وسطي عريض، وبرده من امثله الناس اللي وصلت لمستويات حلوه جدا رغم ان جيناتها مش افضل حاجه ممكنه، واحد زي سيف الضاوي تقريبا من قناه ايفول فتنس. ولكن لو جيت شفت مستواه قبل ما يبدا ما يدلش ان جيناته جامده قوي او افضل حاجه، ولكن قدر يوصل لمستوى قوي جدا كمان. فاللي انا عايز اقوله ما تتحججش في فكره الجينات، ولكن انت ممكن تعمل بعض الحاجات اللي تطور من جيناتك بشكل غير مباشر. بمعنى مثال مثلا واحد بجيناته الوراثيه الحرق عنده مش اقوى حاجه، يحاول يزيد كتله عضليه قدر المستطاع، لان كل ما يكون عندك كتله عضليه اكبر ده معناها ان جسمك هيحرق سعرات حراريه اكتر حتى لو مش بتعمل اي مجهود. وفي الاخر لو في اي حد عنده اسئله او عايز اي نوع المساعده ممكن يسال تحت في الكومنتات او يكلمني بشكل خاص، هتلاقي كل التفاصيل في الديسكربشن تحت. ويا ريت شوف فيديو الترانسفورميشن بتاعي عشان لو حد مهتم ان هو يشوف رحلتي من الاول للاخر كانت عامله ازاي بالظبط. وبرده ما تنسوش تشوفوا سلسله حلقات ازاي تعمل نفسك نظام غذائي كامل، لان انا بجد شرحت فيها كل حاجه هتحتاجها حرفيا عن ازاي تعمل نفسك نظام غذائي. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.